برج الاسد، هتلمس الرمل يبقى ذهب. احنا بنقول يعني ايه؟ هتحط ايديك في الرمل يصبح ذهب. فترة قوية جدا طاقيا، ومن البداية القوية دي يعني معناها رسالة موجهة. اللي هتعمله هتكسب منه ايا كان هذا العمل. كل شخص على حسب خط سير حياته، مش لازم عمل شغل، لا، ممكن يكون اي شيء انت حابب ان انت تنفذه. فترة من افضل الفترات اللي هتسعد الكثيرين بعد مرحلة نوعا ما كانتش يعني احلى حاجة الشهرين ثلاثة اللي فاتوا، لكن هناك انفراجة قادمة وبقوة. هنا أتحدث عن الزهرة الذي ينتقل إلى بيت الحظ، وأيضا أيام هتكون مليانة حظ. الفترة من يوم 8 ليوم 14 مارس 2026. قبل ما أكمل بس كده، حبايبنا الناس اللي بتتابعنا، اشتراك تفعيل الجرس يصلك من كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف العلم والحقيقة بجد. اللي عايز قراءة خاصة بعمل القراءة اتصال مباشر، مكالمة مباشرة. وحياتك مش هزار، حياتك مش لعبة. لما اجي اقول لك عن شريك الحياه بيلعب بديله ولا لا، هو الشريك المناسب بيفكر فيك ازاي، اعرفك نوايا الناس حواليك، اذا كان لا قدر الله في سحر او ما شابه، كله بيظهر. وبعرفك مين اللي عمله ونوعه ايه، كل شيء. اللي عايز قراءه يتواصل على هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه، ونبدا في حلقه قويه في حياه حبايبي برج الاسد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. برج الاسد، هتكلم معاكم على فتره من يوم 8 الى يوم 14 مارس. هتلمس الرمل او هتحط ايدك في الرمل يبقى ذهب. يوم 8 القمر ينتقل الى بيتك الرابع. القمر تواجده يوم 10 و11 افضل بكثير، لكن البيت الرابع هو بداية من يوم 8 او يمثل لك الدائرة المقربة والعائلة. لكن الحلاوة كلها مش في هذا اليوم. بداية من يوم 6 هناك تحرك رائع للزهرة في بيتك التاسع، بيت الرزق الكبير. فانت داخل عليك الفترة وانت لديك، سواء كنت رجل او امرأة، يا برج الاسد، هناك بشرة خير او بداية خير او خبر حلو كده يريح النفس او يريح الاعصاب. وهناك طاقات قوية جدا. الزهرة تنتقل الى هذا البيت تدعمك في مواجهة اي تحرك كوكبي اخر. يعني من يوم 8 هي الليلة كلها تبدأ معاك، وكمان من يوم 6. لكن بانتقالنا يوم 8 القمر ينتقل الى بيتك الرابع. احذر بس من الصراحه. يعني ايه الصراحه؟ عشان اكون واضح، الصراحه مع الشخصيات انت عارف انها مش احسن حاجه معاك. يعني ممكن نوعا ما تزداد الامور حده مع احدهم، خاصه من الدائره المقربه. لكن على مستوى العمل والمال، وايضا الامور التي تتعلق بالشراكات والاوراق الرسميه، انت الاكثر حظا. فترة قوية جدا طاقيا في امورك العملية، في امور الشغل، العمل. متطلب منك بس انك ما تتعصبش، لان طاقة العصبية هتكون وارد. شوف، انا بفصل وبحدد. العصبية ما تكونش معاك في تصرفاتك المالية والعمل. لو مع حد تاني ماشي. لكن العمل وساعة الشغل وساعة الرسميات، لان العصبية دي السلاح او الامر اللي مش لذيذ ممكن يكون موجود يوم 8 و9. لكن بداية من يوم 10 و11 احلى كلام، احلى انفراجة، احلى ذهب. فترة ذهب حرفيا. القمر ينتقل الى برج القوس، والكلام الحلو هيتقال ليه. برج القوس هو بيتك الخامس. برج القوس يمثل لك بيت المشاعر، بيت المكاسب. شوف لحظة، المكاسب يعني الفترة فيها حظوظ كبيرة جدا جدا. بالنسبة للحظوظ، للمكاسب، للانفراجة، للمشاعر، هناك عودة لعلاقات، أو ممكن وارد جدا بداية لعلاقات جديدة في حياة برج الأسد. الزهرة مستمر في بيتك التاسع بيت الحظ، والقمر في بيتك الخامس. طاقة نارية. يعني انت بتتعامل في طاقة زمنية نارية، نفس الطاقة بتاعتك. الزهرة في الحمل، القمر في القوس، وانت برج الاسد في بيتك الخامس وبيتك التاسع، من اقوى البيوت
اللي بتخليك متناغم مع الطاقة، متناغم مع المرحلة، وهتلاقي نفسك عندك المقدرة على عبور أزمات، وعندك حالة فوقان، وبداية كبيرة جدا لفرض شروط أو فرض أسلوب ومرحلة من المراحل. هتلاقي ناس بتميل إليك. يعني أنت يوم 10 و11 راقب اللي هيحصل معاك. هتلاقي ناس بدأت تتوجه إليك، تتواصل معاك، تتكلم معاك، يعني تحاول إنها تسترضاك، تحاول إنها يعني تحسسك إنها جنبك. في طاقة كده، في حاجة حلوة، يومين فيهم حاجة حلوة. لذلك فترة قوية جدا، من أفضل الأيام، من أفضل الأيام يوم 10 ويوم 11. طاقة نارية خالصة ما فيهاش أي طاقات أخرى مختلفة، تشعر بتناغم مع الكون. والفترة دي بالذات هتحط إيدك في الرمل تصبح ذهب، لأنك هتكون في عيون الناس اللي حواليك شخص ذهب، سواء كنت رجل أو امرأة. في الأخير القمر ينتقل إلى بيتك السادس. البيت السادس هو بيت يتعلق بالمسؤوليات، بيت يتعلق بالعمل والشغل، وايضا الامور الصحيه، بيت يتعلق بالروتين اليومي، او اللي انت بتعمله كل يوم، او الناس اللي انت بتشوفهم كل يوم، او الحاجه اللي انت معتادها كل يوم. خلال الفتره من الممكن ان يحدث عند البعض ملل ما من روتين، او ملل ما من بعض الشخصيات. يوم 12 و13 لو شعرت بده، تعرف ان في حاجه غلط متراكمه عندك ولازم تنهيها. يعني لو في علاقات معاك في الشغل مثلا، شعرت ان اليوم ده الناس دي تقيله مثلا، او علاقات عامه معاك حاسس ان شعورك مش احسن حاجه معاهم، تعرف ان الناس دي تقل عليك فعلا. وايضا احذر من محاولات اظهارك بمظهر سيء. وارد جدا خلال يوم 12 و 13 محاولات اظهارك بمظهر سيء، سرقه افكارك، اسرارك. والنقطه الاهم هي الامور الصحيه. اذا حدث، دايما انا بقول لما بيكون الامر في البيت الست، اذا حدث لك مجهود، تعب، اذا حدث عارض صحي لم يكن موجود سابقا، اعرف انها اشاره، او حد بيخبط عليك كده بيقول لك خد بالك، حد بيفوقك يقول لك خد بالك، اشاره. فلذلك لا تتجاهلوا الامور الصحيه، ولا تجهدوا نفسكم خلال الفتره. تجنبوا اي مشاكل بعد الشر عليكم. هاي تاني التنويه حبايبنا الناس اللي بتتابعنا، اشتراك وتفعيل الجرس يصلك منه كل جديد. انت لو حابب ان انت تشوف العلم والحقيقه بجد، اللي عايز قراءه خاصه، وزي ما بعلن دايما القراءه دي امانه وحياتك امانه. لما بعرفك على القراءه بتبقى مطوله ساعه 2 3 زي ما بعلن. اتصال مباشر طبعا من اي وسيله تواصل. بعرفك كل حاجه عن حياتك، الناس اللي حواليك، مشاعر شريك الحياه الحقيقيه زي ما بقول، امور لو في لا قدر الله سحر او ما شابه، كل ده بعرفه. اللي عايز قراءه يتواصل، هذا الرقم اللي كاتبه على الشاشه وكاتبه على عنوان الحلقه. يا رب كده حبايبي برج الاسد جمال الابراج دايما تكون بامن وامن. السلام عليكم.